والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نسمي الله يا حبايبي كده، ونخش كده على الفيديو بتاعنا بقلب كبير كده ونشاط وفيديو جديد وحماس جديد وطاقة إيجابية جديدة. أول مرة بقى تشوفوا القناة بتاعتنا ديت كل حاجة بسيطة وكل حاجة جميلة واسمها البسيطة في مطبخنا. ما تنسوش بقى تشتركوا معانا حبايبي، واللايك الجميل اللي بيشجعنا والكومنت العسل اللي منكم كده حبايبي بيفرح قلبي كده وبيخلينا كده نقوم نكمل ونشتغل كده ونستمر معاكم. طبعا انتوا وحشتوني حبايب قلبي، انا وحشتوني. انا بقى بسأل عليكم اهو، انتوا ما سألتوش عليا. طبعا احنا لازم كده نبقى اتحاد ونبقى عيله كده كويسه مع بعضنا كده على اليوتيوب يا مريان. اليوتيوب. طبعا هي داخله عليكم بالحماس كله يا حبايب قلبي، وحشتوني. يا رب تكونوا دايما كلكم بخير وفي اسعد حال. فيديو جديد وطاقه ايجابيه ان شاء الله جديده. بتعمل ايه طبعا وعماله احنا ايه؟ بقى فلاحين يا حبايبي. شايفين؟ اليوم ده كان يوم الثلاث، وكان ان شاء الله صباح الاربع السوق عندنا. ما بحبش يوم، يا لا ما فيش حاجه اسمها ما بحبش يوم الاربع. طبعا نخش بقى معانا على الفيديو كده يا حبايبي. انا كده غسلت البلاستيكيات الجرادل بتاعتنا ديت اللي نعبي فيها الدقيق بتاعنا اللي احنا طحنونه مع بعض. وطبعا محلاها عيشه الفلاح مطمن قلبه ومرتاح. طبعا يا حبايبي الدقيق ده في البيت خير وبركه. وبصهم يعني بتبقى حاجه جميله 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 كده، ما يبقى فيها في البيت كده خير رز ودقيق اللي هو القمح اللي احنا بنقول على غله. طبعا يا حبايبي احنا كفلاحين ما نستغناش عن الخبيز وعن الدقيق يبقى في البيت موجود في البيت. طبعا هو في حبه من الفلاحين كده ترقوا بقى الفتره الاخيره، يقول لك لا ما عدناش هنخبز خبيز ايه، ما حدش عاد، لا احنا هنرجع تاني وابو قوه تاني نخبز والله طبعا يا العظيم. حبايبي اهم حاجه في الدنيا ديت ربنا يا رب يدوك نعمه الصحه كده يا حبايبي. ما فيش احسن من الصحه دي في الدنيا يا اولاد، والله طبعا ربنا يعني هي كان باين عليهم الارهاق جامد، لان الفيديو ده كنا مصورينه، عايزه اقول لكم بقاله اكتر من شهر ونص على التليفون عندي. انا ما كنتش نزلته بصراحه. انا كان كل هدف الفتره اللي فاتت دي ان احنا نطمن عليها هي، فهي كنا بنصور الفيديو ده قبل تعمل العمليه بيوم واحد. والحمد لله ربنا خد بيدها يعني، وربنا يا رب يشفي كل مريض اللهم يا امين. رب يشفي فهي كل كان شكلها مريض مرهق شويه، ما كانتش زي المعتاد يعني. ويعافي كل مبتلى مسلم يا حبايبي، يا ويا رب رب يكفينا ويكفيكوا شر فواجع الاقدار اللهم وشر امين. اللي ما نقدرش عليه حبايبي. ربنا يديكوا الصحه ما يحرمكوش منها يا رب، احنا وانتم مستمعين اجمعين، واللي يسمعني يقول امين. انسى بقى ما تنسوش بقى اللايك الجميل منكم يا حبايبي والكومنت العسل اللي بستناه منكم. طبعا هي قالت لي بقى نقوم يا حاجه لما انت هتقعدي بقى شهر وشويه كده في موضوع تعبك دي، لا قومي بقى نلم دقيقنا ونلم كده حالنا ونست في الدقيق بتاعنا. علشان ايه؟ طبعا انتوا عارفين احنا في الحر، فما ينفعش ان احنا نسيبه عشان ما يبركش ولا يسوس ولا كده. فطبعا انا نزلت الحبه الصحه اللي كانوا عندي، ما كانوا حبه صغيرين يعني مش كتار، بس قلت يلا اخلصهم بقى بالمره. خليكم فريش فريش كده يا ولاد. فطبعا يا حبايبي ستفنا دقيقنا بقى وقلنا بقى استعنا على الشقه بالله ونطلب ايه يا مريان؟ نطلب مستعانة صديق ام مريان. طبعا بقى طبعا انا حاطه في الجراد البلاستيكات بتاعتي دي يا حبايبي كيس. هو الكيس ده اسمر بس نضيف من الماده نضيف. ف فلازم تحط بقى شنطه كده. انا كنت عايزه جايبه الالوان دي بس لقيتها ما نفعتش في الجردل، جت صغيره. طبعا انا حطيت الكيس بردك ما قفلش، جه صغير برضه. فقمت بقى مشغله دماغي فاتحاه وملبساه من فوق ومن تحت كده، علشان انت ما بتكتمي الدقيق بتاعك ما بيخشلوش اي هوا، ما بيخشلوش اي رطوبه، بيفضل معاكي. لو يفضل معاكي سنه وسنتين يفضل معاكي جميل وزي الفل. تكبسيه حلو وتحطيه في مكان طراوه وتحط الاكياس بتاعتك دي. طبعا انا لازم بنحط الدقيق في زي ما انتم شايفين كده بقى في البلاستيكيات كده ونحافظ عليه بردك من الرطوبه والهواء. هنا بقى كنا خلصنا على تعبئه الدقيق ومران قلنا نجيب فجأة اقول لك لازم تعملوا لنا الحواوشي اللي كنت عاملينه قبل كده على القناة. جم جماعه قالوا عايزين حواوشي وعايزين في الفرن القش. قلت لهم لا والله ما وعدتكم، انا مش هقدر اطلع. انا بكش غيرت كده هدومي بسرعه من الدقيق، وقمت رايحه قايله لهم لا انا هنعمله لكم واحسن بردك من الفرن القش. ومريان قالت هنحط عليه فول صويا ونظبط الدنيا كده، ولقمه هنيه بتكفي 100. والبركه يا حبايبي بتبقى بركه في اللمه وفي الصحبه الحلوه وفي الحبايب. يا رب يا رب يا حبايبي يجعلكم كده متلمين في الخير وفي الهنا وفي السعاده دايما، وما يدخلش علينا يا رب كده لا الهم ولا الغم، ومش هم ابعد عني ابعد عني. فهنا بقى مريان بقى قالت يلا اما نعمل شويه حواوشي كده حلوين زي العسل زيكم كده يا حبايبي يستاهلوا بقكم. وطبعا اقول لكم يا اولاد، اقول لكم ما فيش احسن من ان انت تقوموا توكلوا على الله كده وتلاقي كل حاجه مستاهله. ما فيش كسل بقى، ما فيش هنقول تعبانين وهننام ومش عارفه ايه، لا احنا ما عندناش الكسل.
احنا كل حاجه بقول لكم قناتنا اسمها البسيطه في مطبخنا، كل حاجه بسيطه، كل حاجه جميله، بس ما عايزين نبقى ايه كده، يعني نشجع مع بعض كده يا حبايبي، انا اشجعكم وانتوا تشجعوني. طبعا يعني ايه، ما نتحرمش من الناس الجديده اللي دخلت في القناه، وجودكم شرفنا، ووجودكم على راسي من فوق، ما تحرمش منكم ابدا. وبجد بجد انا مبسوطه منكم في التفاعل بتاع الفيديوهين اللي فاتوا دول، يعني بجد يعني حاجه تفرح منكم، فما تحرمش منكم ابدا 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 والله. وموران بقى قالت لي ايه، احنا غبنا غابتنا ورجعنا بهبتنا، انا ما فقلت كنتش لها اتوقع يعني ان هي كان هيبقى التفاعل كده، يعني قلت زمان نسيتونا، بس بجد انتوا قالت حبايبي. لي اما زمان الفيديوهات اللي كانت معانا ديت مش الا فيديو بس البط اللي انا قلت لي تعالي بقى دي يا حاجه، جديد. هو اللي كان جديد، اول فيديو كان على اللي نسجله بعد ما كنت تعبانه يعني. فقلت لها يلا يا ام ريان، غبنا غابتنا ورجعنا بيبتنا، جبنا بط وجبنا ستفنا دينا، بس دينا ده من زمان مش دلوقتي. وطبعا يا حبايبي ما تحرمش منكم من كل دخل معانا في القناه، طبعا وجودكم شرف على راسي. وبصراحه والله يا حبايبي احنا طمعانين بس في وجه الله ان احنا نبقى ايه، دوتو حلو كده، وعلى كده احلى احلى عيله، ونجمع احلى صحبه. طبعا بقى احنا فرمنا كل المكونات بتاعتنا بقى. الحواوشي طبعا طريقته سهله وبسيطه خالص، وعملناه مع بعض قبل كده، اللي احنا بقى حطينا بصل وفلفل وطماطم واللحمه بتاعتنا، وحطينا على الفول الصويا بقى الميه السخنه كده عشان ينفش معانا، وحطينا بهارات بقى حواوشي وملح وفلفل اسود وبهارات لحم. اهم حاجه تعملي كل حاجه كده بتأني ان شاء الله تطلع معاكي زي الفل. وفرمنا بقى كده المكونات بتاعتنا كلها على ايه، على مرحلتين كده عشان الكبه بتاعتنا بعافيه شويه. وطلع معانا احلى حواوشي بصراحه، كانوا مبسوطين منه جدا، يعني طلب غالي 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 على قلبي، فطبعا ما اقدرش اتاخر عن حد، اي حد يطلب مني اي حاجه يعني. وخصوصا بقى ايه، يعني هما جايين ومتعشمين فينا، فاحنا تحت امركم دايما يعني كده ايه، في كل حاجه حلوه. وبجد من كتر ما الحواوشي حلو وطعمه حلو وبيبقى احلى كمان من بره، فيعني الواحد بيشاركه معاكم كل شويه. اتمنى انتوا تجربوه ان شاء الله وتقولوا لنا رايكم فيه، واتمنى بقى ايه يعني الكومنت الجميل منكم كده. فرمنا بقى كل المكونات اهو زي ما انتم شايفين، كملوا بقى يا حاجه. ما هي قالت لي بقى بس بكفى عليك انت كده هبطانه ولككه ولا اه لككه رغايه كده. بس عملنا طبعا على الكلام بعض يا اهو. حبايبي ما بيخلصش، وبحب بجد ان انا اطلع معاكم بكل طاقه ايجابيه، مش عايزين ايه، مش عايزين لا اقول تعب ولا مش تعب، احنا انتوا ما ذنبكوش حاجه. فطبعا يا حبايبي يا ربنا يسعد قلوبكم، يا رب يسعد قلوبكم ويفرحكم. انا استنيت اطمئنت على نتيجه احمد ان شاء الله في الثانويه العامه، وقلت ايه يلا توكلنا على الله. طبعا الف 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 مبروك للناجحين، يا رب يحقق لكم كل امانيكم وكل ما تتمنوا واحسن ما تتمنوا. ومعلش الدور تاني او كده، فربنا يا رب عين لك الاحسن وعين لك الاحلى حبيبتي. فما نزعلش على الحلو والوحش، ما نزعلش، نقول الحمد لله في السراء وفي الضراء. طبعا هنا بقى خلاص خملنا المكونات بتاعتنا، وطبعا بدأنا كده بقى نجيب العيش بتاعنا، احنا جايبين العيش ده نص سوا كده جاهز، بردك ما لحقناش نعمل عيش. يعني خلي الرغيف بتاعك كريم كده وابن ناس كده ومحترم. طيب هي تمام تقولي تكلفي على الحاج. اه هنا بقى بدأنا وقت نحشي الحواوشي بتاعنا. الاكل الصيف ما بقاش عايز بقى الا نواشف، طبعا انتوا عارفين الشباب والاولاد عايزين اكل نواشف وكده. هنا بقى جبنا بيبسي وجبنا شيبسي، انا مش شايفه حاجه اسمها في تليفونك. معلش ما تركزيش لسه مش قد كده، وشايفين ما شاء الله اللهم وبقول بارك لكم طالع شفتوا بقى زي ان العسل. الرغيف لازم يبقى ابن ناس كده ومحترم. طبعا يا حبايبي يا رب فيديوهاتنا تكون سهله وبسيطه وخفيفه على قلوبكم، ونكون ضيوف خفاف على قلوبكم كده. ومن الفيديو الجاي توحشوني، واسيبكم على خير واشوفكم على خير، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه.